محمد بن قلاوون بنى في محمد بن قلاوون بنى في 718 هجريا 1318 ميلاديا. بناها ناصر محمد بن قلاوون في عهد الدوله المملوكيه. ده كان في يوم من الايام المسجد الرسمي في القلعه هنا. جه في فتره من الفترات في عهد الاحتلال الانجليزي يستخدموه هنا كسجن او مخزن، خلاص سجن سياسيين. هنا انواع مآذن مختلفه. يعني المأذنه اللي وراك دي مأذنه مملوكيه، كل مأذنه بيكون لها شكل مختلف عن الثاني. بتلاقيها حلزوني كده زي اللي انت شايفها قدامك دي مملوكه، وده اللي بناه ناصر محمد بن قلاوون. وبالتالي المأذنه بتاعته تكون مأذنه ايه؟ مملوكيه. المكان اللي احنا واقفين فيه اسمه صحن المسجد، بيتبع للمسجد هنا مسجد محمد علي. شرع في بنائه في 1830، تم افتتاحه 1848 ميلادي. المسجد هنا مبني على التراث العثماني. بصيت على المأذنه فهنا مأذنه مدببه زي القلم الرصاص كده، فده نسق عثماني برضه في بناء المآذن. القبه الكبيره اللي انت شايفها قدامك دي انصاف القباب اللي موجوده حوالين القبه. المأذنه اللي قدامك ديت هي من اطول المآذن اللي موجوده في مصر، ارتفاعها حوالي 84 متر. المسجد ده السبب الرئيسي في انتشار شائعه، وهي ان القلعه هنا بتنسب لمحمد علي. القلعه اللي بناها صلاح الدين الايوبي في 572 ميلادي 572 هجري 1176 ميلادي. ده كان بمساعده وزيره ومساعده بهاء الدين طرطوش. خلاص الوزير هنا ما كانش وزير لحاجه معينه زي النهارده وزير بيئه وزير داخليه، لا كان الوزير هو بمثابه مساعد للحاكم في اداره شؤون الدوله، دراعه اليمين زي ما بيقولوا. خلاص لكن صلاح الدين الايوبي ما حضرش استكمال بناء القلعه، واستكمل بنائها ابن اخوه الملك الكامل. استكمل بنائها الملك الكامل ابن الملك العادل اخو صلاح الدين الايوبي. الكامل هو ابن اخوه اللي ورا ديت الميضه بتاعت المسجد اللي الناس بتتوضا فيها. الحاجات اللي الاجانب قاعدين عليها دي اللي كانوا بيقعدوا عليها ويتوضوا. المسجد هنا معروف مسجد المرمر او الرخام، لان هو هنا معظمه مبني من انواع مختلفه من الرخام زي المرمر. الساعه اللي ورانا دي او برج الساعه دي هديه كان اهداها ملك فرنسا لمحمد علي، لكن محمد علي هنا اهداه بهديه يمكن افخم منها واقيم منها، هديه بتحمل في معانيها التراث المصري والحضاره المصريه القديمه، وهي مسله رمسيس الثاني اللي هي كانت موجوده في معبد الاقصر. خلاص دلوقتي هندخل المسجد من جوه. القبه الكبيره ديت مبنيه على 4 عمدان اللي هم الاربع فصول للسنه. جوه في حوالي 365 لمبه اللي هم عدد ايام السنه. جوه السجن اللي احنا فيه ده او المعتقل ده اللي عمله اصلا الخديوي اسماعيل، كان عامله لمين؟ للاجانب. الاجانب كانوا عارفين الخديوي اسماعيل محاكم قنصليه ومحاكم مختلطه ظلم للمصريين وخلافه، فكان عامل المعتقل ده مخصوص للاجانب. خلاص جه من بعده ابنه الخديوي توفيق، كان كل انتماءاته وكان دايما موالي للاجانب، فعمل المعتقل ده للمصريين مش للاجانب. عمل المعتقل هنا للمعارضه المصريه، اي حد بيعارض الحكم يحط هنا في السجن، رغم ان السجن اصلا كان معمول لمين؟ للاجانب. خلاص كده السجن هنا فيه حوالي 42 زنزانه، 21 على اليمين 21 على الشمال، من ضمنهم 8 زنازين غرف تعذيب. اشهرهم هي غرفه الفورن. اشهر الناس اللي كانوا موجودين في المعتقل اللي هنا انور السادات، اشهرهم الشيخ كشك لو انت تسميه تيميه. طيب دي لا مقبره ولا سجن، ده قصر واحد اسمه ناصر محمد بن قلاوون اللي شفنا المسجد بتاعه في اول القلعه. طيب ليه الراجل بنى القصر بتاعه تحت كده؟ بيخاف اي حد يعارضه او يزيل حكم، فكان بنى القصر هنا اللي تحت عشان لما يحصل اي لا او اي ثورات وخلافه يستخبى هنا في القصر ده. احمد عرابي مسقط راسه من الشرقيه من قريه هريه رزنه التابعه لمركز الزقازيق. احمد عرابي من ضمن او الامير الله احمد عرابي كان من ضمن قاده الجيش في التوقيت ده في عهد وزاره البارودي. احمد عرابي اللي تولى قياده الجيش اثناء دخول الانجليز مصر، لكنه اتهزم في الاخر في معركه التل الكبير. فجه محمد علي عشان يتخلص من المماليك ويخلص منهم لان هم كانوا مؤذيين وهم اسباب الفتن في الدوله، فحب ان هو يعمل خديعه ليهم عشان يخلص منهم. طلب السلطان العثماني من محمد علي ان هو يشارك في الحروب الوهابيه في شبه الجزيره العربيه، فبعت ابنه احمد طسم على راس الجيش وطلعوا من الممر اللي هناك ده كده. خلاص شايف البوابه اللي هناك ديت اللي ليها ناحيتين دي جنب المأذنه اللي لوحدها، هي دي كانت البوابه. البوابه اللي هناك دي شايف انت الممر اللي هناك ده؟ في ممر هنا وتحت اهو، ممر يمشي كده ويعدي من تحت الشجر ده لغايه ما يطلع عند الباب اللي هناك ده. جه محمد علي عزم المماليك وقال لهم ان احنا هنعمل احتفاليه في القلعه بمناسبه ان احمد طسم هو قائد الجيش المصري او قائد الجيش اللي هيشارك في الحروب الوهابيه. قاموا قعدوا واحتفلوا وخلصوا الاحتفال بتاعهم، فجه محمد علي قال لهم تعالوا عشان نوصل الجيش بتاعنا لغايه الباب. حصلت مجزره هي من ابشع المجازر البشريه اللي كانت موجوده في العصر الحديث، في عصر محمد علي عملها، كانت في 1811. اول ما الجيش بتاع احمد طسم طلع من الباب اللي هناك ده الباب اتقفل من هنا ومن هنا، اتحبس المماليك في الممر اللي قدامك ده، حبسوا من هنا، طلع الجنود بقى بالبنادق وخلافه، لكن ما كانش في بنادق كان في مدافع.
طلعوا عليهم بالبنادق قتلوهم. كان حوالي من 470 480 مملوك ل 500 مملوك. يا لهوي ايه ده؟ ماتوا كلهم ما عدا واحد كان اسمه امين بك، هو اللي سال الملك شينا والملك نارمر او الملك نعمر واحد اثنين على هنا. الملك احمس واللي انتصر على الهكسوس مرتين، مره في حواريث اللي هي النهارده سن الحجر، مره ثانيه كانت في فلسطين. والنبي الملك تحتمس الثالث صاحب معركه جده وانتصر فيها على امراء اسيا. على هنا الملك رمسيس الثاني اللي عمل اول معاهده سلام في التاريخ مع المسلمين، ويقال صلاح الدين الايوبي واللي انتصر على الصليبيين وحرر مصر والعالم الاسلامي كله من خطر الصليبيين، وصاحب القلعه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. اللي بعده تعالوا، ده القائد سيف الدين قطز، ده من القاده المماليك، وده اللي انتصر على المغول في معركه عين جالوت. من الظاهر الركن بيبرس، خلاص، وبيبرس ده اللي تولى الحكم بعد سيف الدين قطز، ده اللي احيا الدوله العباسيه مره ثانيه بعد ما سقطت على يد المغول. تعالى هنا محمد علي باشا والي مصر ومؤسس مصر الحديثه، واللي تولى حكم مصر 1805، صاحب اكبر واهم المساجد الموجوده في مصر النهارده.